الدي في ار اللي موجود في الغرفة. طبعا صاحب القاعة بعد الحادث مباشرة تمكن من سحب الجهاز الخاص بالتسجيل واخذه معاه الى اربيل، لكن بعد القاء القبض عليه تم استرجاع الجهاز وتفريغه، وظهرت الصور الخاصه بالقاعه. لو ترجع للكاميرا، نفس الكاميرا، نلاحظ انه كل الامور كانت، لا ارجع قبلها، كانت الامور طبيعيه في يعني قبلها. ارجع لحد ما تم تشغيل الشعالات وبدت اول احتراق للمواد اللي موجوده في سقف القاعه في اعلى. لاحظ في اعلى السقف كان اول شراره، وحتى الحاضرين ما كان عندهم يعني شعور بوجود الحريق لولا تساقط الاجزاء الناريه من سقف القاعه. سقف القاعه كان مزين بالأقمشة والمواد السريعة الاشتعال، وهذا ما عجل في احتراق السقف وانهياره خلال دقائق على من في القاعة، اللي أيضا ساعد مثل ما تفضل الأخ